النبي محمد اتجوز 9 زوجات، وناس كتير بتفتكر إن ده عشان شهوة أو حاجة، بس الحقيقة غير كده خالص. كل جوازة منهم كانت لحكمة كبيرة ولأسباب دينية واجتماعية وتشريعية. أول حاجة، كان في زوجات زي السيدة عائشة رضي الله عنها، كانت ذكية وفاهمة، ونقلت للناس كل حاجة عن حياة النبي حتى أدق التفاصيل، وعلمت الأمة أحكام كتير جدا. النبي اتجوز من قبائل مختلفة عشان يقوي العلاقة بين المسلمين والقبائل دي، زي مثلا لما اتجوز جويرية بنت الحارث، وبعد جوازه منها قبيلتها كلها دخلت الإسلام. وكمان لما اتجوز صفية بنت حيي، ودي كانت من اليهود، فده خلى قلوب ناس كتير تلين وتفكر في الإسلام. عيب تسمع اسم النبي وما تصلي عليه وتشترك في القناة. النبي كان بيراعي الأرامل والستات اللي ملهمش حد واتجوزهم رحمة بيهم، مش لأي مصلحة دنيوية. زي سدد بنت زمعة، كانت كبيرة في السن، وزينب بنت خزيمة اللي كانت بتتلقب بأم المساكين، زواجه من زينب بنت جحش، ودي كانت مرات زيد اللي كان ابنه بالتبني، وده حصل بأمر من ربنا عشان يوضح إن التبني مش زي الأب الحقيقي، وكان لازم الناس تشوف ده بعينيهم. النبي كان بيطبق كل حاجة قدام الناس عشان يتعلموا منه. ربنا قاله في القرآن: لا يحل لك النساء من بعده، يعني عدد زوجاته مش زينا، ده تكليف من ربنا لحكم كبيرة. يعني باختصار، جوازات النبي كانت كلها لخدمة الدين، مش للمتعة ولا للشهوة. كل واحدة منهم كان ليها دور ورسالة،